أهلا بيكم في فيديو جديد. قضيتي النهاردة عن قاتل متسلسل في اليابان استغل وسائل التواصل الاجتماعي علشان يوقع ضحاياه، ومن غير رحمة استغل أكتر فئة من الناس محتاجة العطف والرعاية، ونهى حياة 8 بنات وشاب واحد. وقبل ما نبدأ تفاصيل قضيتنا صلوا على النبي في الكومنتات، دوسوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة، ويلا نبدأ قضية النهاردة. القضية هنا بدأت في أغسطس سنة 2017 لما بقت توصل للشرطة في اليابان بلاغات اختفاء لبنات. كل يوم أهالي تبلغ إن بنتهم ما راحتش المدرسة وما رجعتش للبيت، أو أهالي يبلغوا باختفاء بناتهم اللي في سن العشرينيات. الغريب إن البنات دول ما كانوش من نفس المدينة ولا بتربطهم صلة ببعض، والأغرب إن البنات ما كانوش سيئين السمعة، وأهلهم في بلاغاتهم مشتكوش من أي مشاكل معاهم. بالعكس، الأهالي قلقانين على بناتهم وعايزينهم يرجعوا لبيوتهم. وضحايا رجال التحقيق، طب البنات دول راحوا فين فجأة؟ وإيه اللي بيحصل؟ ومن هنا الشرطة بدأت تدور ورا اختفاء البنات دول، وتوقعوا إن اللي بيحصل ده مجرد صدفة، لأن مفيش حاجة تربط البنات دول ببعض. وقتها وصل للشرطة بلاغ باختفاء شاب عنده 20 سنة، كان الصديق المقرب لأول بنت وصل لهم بلاغ باختفائها. الشرطة ساعتها توقعوا إن الشاب ده ممكن يكون طرف في اللي بيحصل، أو ممكن يكون عرف حاجة خطيرة وصلته لمصير مجهول بالنسبة لهم. ومع إن الشرطة بتحقق في اللي بيحصل من أول بلاغ اختفاء وصل لهم، إلا إنهم ما وصلوش لأي معلومة تفيدهم. بس في شهر سبتمبر سنة 2017 وصل للشرطة بلاغ من أهل الضحية رقم 6، بنت عندها 17 سنة. أهلها وقت البلاغ كانوا مذعورين. المدرسة اتصلت بيهم وقالت لهم إن بنتهم ما راحتش المدرسة، مع إنها خرجت قدامهم الصبح بلبس المدرسة وفي نفس الميعاد بتاعها. الأهل كانوا خايفين لأن بنتهم عمرها ما عملت حاجة زي كده، وخرجت من غير ما يعرفوا هي فين. فأوام بلغوا الشرطة، وفعلا الشرطة اتحركت وبدأوا يدوروا عليها، وحاولوا يعرفوا آخر إشارة لقطها تليفونها، وعرفوا إنها فقدت الاتصال في مدينة زامل، وبالتحديد في منطقة صغيرة هناك. ودي كانت كل المعلومات اللي وصلوا لها. ووقت ما الشرطة كانت بتحقق في القضية دي وصل لهم يوم 27 سبتمبر بلاغ جديد من أهل بنت عندها 17 سنة برضه، وقالوا إن بنتهم ما رجعتش البيت من الصبح. وكمان إدارة المدرسة بلغتهم إن بنتهم ما راحتش المدرسة أصلا. وقتها الشرطة اتبعوا إشارة تليفون البنت دي ووصلوا لآخر مكان لقط إشارة للتليفون، والمفاجأة إنه وصلهم لنفس المنطقة اللي في مدينة زامل، وده نفس مكان اختفاء الضحايا اللي قبلها. وبكده فهموا المحققين إنهم قدام مجرم واحد، بس هيوصلوا له إزاي؟ هو ده السؤال اللي حيرهم. بس هنا المجرم ما صبرش كتير ودور على ضحيته الجديدة، ولأنه كان عارف إن الشرطة بتدور ورا اختفاء البنات وقريبين من المنطقة اللي عايش فيها ومش عارفين يمسكوه، الغرور سيطر عليه وافتكر إنه صاحب الجريمة الكاملة، وبدأ ينشر على تويتر تغريدات بتشجع على الانتحار، ومش بأي طريقة، ده فضل يتغزل في أسلوب الشنق اللي بينهي الحياة بسهولة. وفعلا بعد أيام قليلة وصل للشرطة بلاغ من شخص بيقول إن أخته اللي عندها 23 سنة مفقودة ومش لاقيينها من يوم 21 أكتوبر. وعرف الشرطة إن أخته مريضة اكتئاب من وقت ما والدتهم اتوفت وقاعدة في دار رعاية للتأهيل. ويوم اختفائها بلغت إدارة الدار إنها هتروح تزور حد من قرايبهم، ومن وقتها ما رجعتش، وكمان ما وصلتش عند أي حد من قرايبهم. وفي اللحظة دي الشرطة بدأت تدور على البنت دي وتتبعوا كاميرات المراقبة في الطريق اللي مشت منه البنت من أول ما خرجت من دار الرعاية، وعرفوا إنها راحت لمحطة القطر وركبته. ولما اتبعوا آخر إشارة لتليفونها لقوها وصلت محطة سبودية، وبسرعة رجعوا كل كاميرات المراقبة اللي موجودة في المحطة لحد ما شافوا فيها البنت، واكتشفوا إن في شاب كان مستنيها في المحطة. وفي خلال ساعات كانوا عرفوا إن الشاب ده اسمه تاكاهيرو شيراشي، والمفاجأة إنه ساكن في منطقة زاما، ودي نفس المنطقة اللي اختفت فيها إشارة التليفون للبنتين المبلغ باختفائهم.
وطبعا بكده الشرطة توقعوا إن تاكاهيرو شيراشي هو المجرم اللي بيدوروا عليه من شهرين، وبدأوا يجمعوا عنه معلومات من يوم ما اتولد، وعرفوا إنه من مواليد أكتوبر سنة 1990، وعاش حياته كلها في مدينة زانا، وكان بيعيش حياة طبيعية مع باباه ومامته وأخته الصغيرة. تاكاهيرو شيراشي ما كانش متفوق في دراسته، وفي نفس الوقت ما كانش فاشل، كان طفل متوسط وخجول وملهوش أصحاب كتير. بس في المرحلة الثانوية اتبدل حاله تماما، وبقى بيشارك في ألعاب البيسبول واتشهر في المدرسة، وكل زمايله قالوا إنه دمه خفيف وبيحبوا يتكلموا معاه. لكن كان عنده مشكلة واحدة، إنه بيمارس دايما لعبة الشنق مع أصحابه، لدرجة إنه في مرة أغمى عليه، وفسروا ده بإن حالته النفسية كانت مضطربة بسبب انفصال مامته عن باباه، وده ما خلاهوش يكمل دراسته بعد الثانوية. وبالمعلومة دي الشرطة شكوا أكتر في شيراشي، وبزيادة البحث عنه عرفوا إنه بعد انفصال باباه عن مامته شيراشي عاش مع باباه واشتغل في سوبر ماركت، وكمان كان بيساعد باباه في ورشة الميكانيكا بتاعته. وبشهادة الناس قالوا إن شيراشي كان ونعم الابن لباباه، ودايما باباه كان بيمدحه قدام الناس وبيتعامل معاه على إنه صاحبه مش ابنه. بس بعدها بسنتين حال شيراشي اتبدل واتقبض عليه، والمحققين عرفوا إن شيراشي ساب شغله في السوبر ماركت بعد سنتين واشتغل في ملهى ليلي، وكان مسؤول باستدراج البنات للملهى، والوظيفة دي بيعاقب عليها القانون في اليابان بس اللي بيجيلهم بلاغ عنه. وده اللي حصل مع شيراشي، لأن زمايله في نفس الوظيفة بلغوا عنه لما لقوه بياخد عمولات كتير، ووقتها توجه لشيراشي تهمة العمل المخالف للقانون، واتحكم عليه بالسجن 14 شهر مع إيقاف التنفيذ. يعني لو ارتكب جريمة جديدة هتتنفذ عليه عقوبة القديمة معاها. وقتها شيراشي بعد عن الشغل في الملهى وقعد في البيت مع باباه، وبقى شاب عنده 27 سنة عاطل وما معهوش فلوس، وما كانش قدامه غير وسائل التواصل الاجتماعي اللي يسلي بيها نفسه، وخصوصا تويتر لأنه أشهر منصة في اليابان بيزوروا أكتر من 45 مليون شاب ياباني في السنة. ولأن شيراشي في الوقت ده كان مكتئب، كان دايما بيدور على ناس شبهه، ومن هنا جات له الفكرة اللي وصلته لجرايمه، وهو إنه عمل حسابين شخصيين بأسماء مزيفة، وبقى من خلال واحد منهم يشجع الناس على التخلص من حياتهم ويقول لهم إنه يقدر يساعدهم، ومن خلال الأكاونت التاني يتواصل مع الضحايا لحد ما يطمنوا له ويقرروا يقابلوه. في الوقت ده شيراشي بلغ باباه إنه عايز يرتبط ولازم يعيش لوحده، وفعلا باباه أجر له شقة صغيرة على بعد 2.5 كيلو من بيته، وبكده استقر شيراشي لوحده وبدأ في تنفيذ جرايمه. في الوقت ده الشرطة كانت بتجمع المعلومات عن شيراشي في سرية تامة، وأخو الضحية الأخيرة ما كانش قادر يصبر وفاكر إن الشرطة ناسية القضية، وبدأ هو بنفسه يدور على أي معلومة توصله لأخته. وأول حاجة عملها إنه اخترق الحسابات الشخصية بتاعتها، وأول ما دخل لحسابها الشخصي على تويتر شاف المحادثات اللي بينها وبين شيراشي، وعرف إن هو اللي شجعها تنهي حياتها وقرر يوقعه. وعلشان كده خلى صديقة ليه تكلم شيراشي وتوهمه إنها عايزاه يساعدها، وبسبب غرور شيراشي وإنه فاكر إنه بعيد عن أي اشتباه اقتنع بسهولة وافتكر إنه لقى الضحية الجديدة. وأول ما قال لها على الميعاد اللي تروح له فيه بيته، أخو الضحية بلغ الشرطة بكل اللي هو عمله، والشرطة هجمت على شيراشي في بيته في نفس الميعاد اللي البنت المفروض تروح له فيه. ومن اللحظة دي ظهرت قدام الشرطة مفاجآت وصدمات ما كانوش يتخيلوها، لأنهم أول ما اقتحموا بيت شيراشي سألوه عن مكان ضحيته الأخيرة، وهو بكل سهولة قال لهم إنها في التلاجة. ساعتها اتصدموا رجال التفتيش إن المجني عليها مجرد قطعة جوه التلاجة. إزاي حصل ده؟ وليه؟ ده اللي جاوب عليه شيراشي في التحقيقات. بس قبل ما يتم القبض عليه أصلا الشرطة فتشت البيت ولقت فيه تلاجة تانية فيها أجزاء بشرية برضه، ولقت كمان آيس بوكس فيه رؤوس المجني عليهم، وحرزوا 240 عظمة بشرية موجودة في بيته، ده غير المنشار والحبال أدوات الجريمة. في اللحظة دي
المحققين بدأوا يستجوبوا سكان العمارة، وإزاي كل ده موجود جوه شقة وهم مش حاسين بحاجة. وكانت إجاباتهم إنهم لاحظوا إن دايما مروحة الحمام بتاعته مش بتتطفى، وبيخرج من البيت ريحة مش كويسة. ولما كلموه برر ده بإن السبب القطط الكتير اللي هو بيربيها. وفعلا شيراشي كان مربي قطط كتير علشان يداري على ريحة الجثث اللي عنده. وسكان العمارة أكدوا إنهم مشكوش فيه، لأن شكله وكلامه معاهم بيدل إنه شاب محترم. وقتها الشرطة حرزت بقايا الجثث والعظام اللي لقوها وحولوها للطب الشرعي، واللي أثبت إنهم للبنات اللي اتبلغ باختفائهم في خلال الشهرين اللي فاتوا. وبالنسبة بقى للتحقيق مع شراشي فده كان سهل جدا، لأنه اعترف بكل حاجة بسرعة، وقال إنه استدرج البنات اللي عايزين ينهوا حياتهم من موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقال لهم إنه هيساعدهم. وأول ما بيوصلوا لبيته بيخدرهم وبيعتدي عليهم، وبعد ما بيفوقوا بيوريهم لحظة الموت، وأكد إن كل البنات اتراجعوا عن الموت في آخر لحظة وخافوا، لكنه صمم ينهي حياتهم وشنقهم. وبعدها بيسرق الفلوس اللي معاهم وبيقطعهم علشان يداري جريمته. واعترف شيراشي إن أول ضحية ليه كان تقطيعها صعب عليه، لكن بعد كده اتعود والحكاية بقت سهلة، وبقى بيشتاق يوصل للضحية اللي بعدها. وقتها المحققين سألوه عن الشاب اللي قتله، واعترف شيراشي إن الشاب ده كان صديق المجني عليها الأولى، وكان يعرف إنها معاه يوم الجريمة. ولما اتبلغ باختفائها راح له وجهه علشان يعرف مكانها، فقرر شيراشي يموته قبل ما يبلغ عنه. الغريب بقى في القضية دي إن رغم كل اعترافات المجرم دي إلا إن المحققين حطوه تحت الملاحظة لمدة 5 شهور، ومر باختبارات تركيز كتير، وكل ده علشان يتأكدوا من سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجرائم دي. وفي الآخر استقرت المحكمة إن تاكاهيرو شيراشي مذنب، ووجهوله تهمة القتل العمد واتحكم عليه بالإعدام. ومع إن محامي شيراشي حاول يحول القضية من قتل عمد لقتل بالموافقة، لكن شيراشي اعترف إنه وقت ما قتل ضحاياه ما كانوش عايزين يموتوا وترجوه يسيبهم. واعتذر شيراشي لأهل المجني عليهم اعتذار بارد، وقال لهم إنه لو رجع بيه لوقت تاني كان برضه هيبقى مجرم. وقتها انهار أخو المجني عليها الأخيرة وقال إن ده مجرم مجرد من الإحساس. القضية دي عملت ضجة في اليابان، وكانت قضية رأي عام، واتمنع فيها النشر، واتمنع كمان ذكر أسامي الضحايا لأنها كانت بمثابة فضيحة لليابان. والحكومة التفتت للشباب اللي طول الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي وقرروا مراقبتهم، وعمل حملات توعية وتأهيل لكل مرضى الاكتئاب. وبالنسبة لشركة تويتر فتحمل المسؤولية جاك دورسي الرئيس التنفيذي للشركة في الوقت ده. وبعد ما قدم جاك تعزيه لكل أهالي الضحايا قرر إدخال تعديلات جديدة في تويتر وحذف أي تغريدة تحرض على الانتحار تلقائيا. وبما إن بقى القضية دي الدنيا اتقلبت فيها واتغيرت علشانها أنظمة، القنوات التلفزيونية اتهفتت على شيراشي علشان بس يوافق يسجل معاهم ويقول لهم اعترافاته. والغريب إن شيراشي وافق بس لو هيدفعوا، وبقى بيغلي السعر واللي يدفع أكتر هو اللي يشوفه ويتكلم معاه. ومن جبروته قال لهم إنه عنده استعداد يكتب لهم قصة حياته في كتاب، بس ده هيكلفهم كتير. وهنا بتخلص قضيتنا، ولو عايزين قضايا زي دي تاني اكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة علشان ننزل لكم قضيتنا الجديدة في أسرع وقت.